من ثارات الأنبياء ثار نبي الله زكريا على نبينا وآله وعليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين آلاف التحية وأزكى السلام. هذا ثار مؤذي، ثار مؤلم. يعني قد ما تسمع أنت شهادة يحيى ابن زكريا وكيف أنه قتل، ما مر عليك شهادة أبيه زكريا وما صنع به، إلا هي تأذي يمكن أكثر حتى من قتل يحيى، لأن الطريقة كانت كلش موجعة كلش مؤذية. عمي لما تسمع عن واحد شاب قتل تتأذى إليه، لكن تقول هذا شاب بالأخير من شأنه يدخل معركة ويقاتل ويقتل. بس إذا تسمع عن شيخ مسن فوق 100 سنة عمره تقول شو مسوي حتى تقتله. خلي أقرأ لك ما ذكره التاريخ من ثار إلى نبي الله زكريا عليه السلام. الرواية في بحار الأنوار الجزء 14 صفحة 179. علامة المجلسي على الله مقامه في بحار الأنوار يذكر يقول انطلق إبليس. شوية إلي حاجة في القضية ركز فيها تابع وياي، لأن أكو كلمة أريد أوقف عندها وتهمني أن أنا أثيرها. انطلق إبليس يستقري مجالس بني إسرائيل أجمع ما يكونون، يعني يدور المجلس اللي فيه حضور أكثر من غيره يروح إليه. ليش؟ ويقول في مريم ويقذفها بزكريا. رايح يقلب بني إسرائيل في الأرض المقدسة ويقول لهم هاي البنية اللي حاطينها عندكم في المسجد الأقصى وحاطين عليها واحد تدعون بأنه نبي وتشوفونه واحد من العلماء ومن الأتقياء، انتم ما تدرون شلون قشمركم، ما تدرون شلون خدعكم، ما تدرون شلون هالبنت هذه خدعتكم، وشلون هذا اللي يسوي روحه نبي. هذا منو اللي يحكي؟ إبليس. يدور في المجالس لا ما يسويها وهي ما تسويها. ولهذا شوف حتى يوم اجت مريم بنت عمران بعد يعدهم ما مصدقين. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. من وين جايبة هذا؟ هلا سمعنا عنك. هذا كله شغل إبليس قاعد يشتغل يدور على المجالس. وذولا اللي ما مصدقين لا على مريم ولا على زكريا. واحد يقول زكريا شلون أصدق عليه، هذا واحد قديس. ثاني شيء زكريا شايفين الكرامة طالعة إله. احنا يوم اللي عزمنا نكفل مريم وسوينا قرعة وكل واحد عنده قلم من حديد، سوينا اختبار منو الله يختاره كافل إلى مريم، كل واحد رمى القلم الحديد ماله اللي يكتب به في النهر غاص القلم إلا قلمه هو. فإذا عنده كرامة وعنده معجزة شلون يرتكب فاحشة ويامن وهي بنية صغيرة وفي المسجد شلون يصير؟ ما يسويها حتى المنحل المنحرف. شلون يسويها واحد كبير في السن ونبي وصاحب معجزة؟ بس شغل إبليس، شغل إبليس عمي هذا كله. شوف العبارة قال انطلق إبليس يستقري مجالس بني إسرائيل أجمع ما يكون ويقول في مريم ويقذفها بزكريا عليه السلام حتى التحم الشر. هي الحكاية اللي أقول لك أريد أوقف عندها، هي الحكاية اللي تهمني اللي أوقف عندها الليلة وأتمنى أنها تتوثق. حتى التحم الشر وشاعت الفاحشة على زكريا. دول اللي يقدسونه واللي يقولون لزكريا ادعي لنا انت دعوتك مجابة، نريدك الآن حتى نقتص منك للذي فعلته، هم بمريم وهم في المسجد الأقصى. يعبر الإمام يقول التحم الشر. شنو يعني التحم الشر؟ فكر فيها شوية، حط بالك عندي شنو يعني التحم الشر. التحم الشر مو يعني واحد اثنين يحكي، يعني صارت المنطقة كلها خلاص نزع الله ما في قلوبهم من رحمة واستودع في قلوبهم الشر على زكريا وعلى مريم. شغل شيطاني مرتبنا، شغل شيطاني تعبان عليه إبليس. راح تمر في آخر الرواية شلون أن المشروع الشيطاني اللي سواه على زكريا إلى آخر لحظة هو بنفسه إبليس يشرف عليه. ايش أريد أقول يا إخواني من هالقصة؟ ايش أريد أقول؟ دير بالك شباب سمعوني اللي ويانا عبر البث، هم الرسالة هي موجهة لكم، اللي ببيوتكم اللي بالسيارات يسمعون، اللي هم يتمشون ويسمعون. الكلمة هذه اصغيلها. دير بالك يوم من الأيام تفتح الموبايل مالك
تشوف لك برودكاست جاي لك في الواتساب، تشوف لك محتوى موجود في السوشيال ميديا، لو في الانستغرام، لو في التيك توك، لو في تويتر، لو في أي مكان، يقلب على شخص وتسهم في نشر الإشاعة. دير بالك، اسمع ايش أقول لك. ترى مرات بعض الأشخاص خصوصا إذا كانوا أبرياء وخصوصا إذا كانوا مقربين من الله، الشيطان يشتغل عليهم مثل ما اشتغل على زكريا. بس أنا أقول لك، اسمعني ايش أقول لك. مرة هذا اللي نشر الفاحشة ونشر الإشاعة جندي من جنود إبليس، دافعين له فلوس، يسمونهم اليوم الذباب الإلكتروني. عمي أي ذباب إلكتروني؟ شنو ذباب؟ أي ميكروب، أي فيروس إلكتروني إلا تريد تسميه. هذول جندهم إبليس، هذول موظفين عند الشيطان، هذول الرواتب اللي ياخذونها نظير ما يقومون به من هتك أستار الآخرين. زين، فمرة من المرات واحد جندي عند الشيطان شغلته شنو؟ يدور على فلان مؤمن، يدور على فلان متدين، يدور على فلانة محصنة، يدور على فلان غافل أو غافلة. حرك الدنيا ما تشوف إلا 3 أيام 4 أيام ترند. ما سامع أنت يقولون ترند؟ ماكو عندهم إلا فلانة راحت أو فلان راح. هذول جنود من جنود الشيطان. هاي حالة. الحالة الثانية وهذه اللي تهمني أكثر من الأولى، مرة واحد مو في نية أنه يسوي إلى إشاعة وفتنة على مستوى البلد، مو ناوي، بس عندنا أحبائنا بالعراق الآن يمكن يتابعونا يسمونها العراقيين طشة. طشة شنو يعني؟ يعني البحارنا والخليجيين يقولون يريد يطلع فيها، يريد يسوي له حركة يصير مشهور من وراها، لو يطلع حسابه يريد يحصل إلى مجموعة من المتابعين، لو حسابه ما يتحرك يريد يصير هو ترند، لو يريد يتكسب من وراء الشغلة. أهم شيء أنه الناس عاد هذا انهتك سترة ما انهتك سترة، هذا باكر سمعته راحت ما سمعته راحت، هذا باكر طلقوا بنته ما طلقوا بنته، هذا باكر طردوا ابنه ما يهمه. أهم شيء حصلت لي عدد من المتابعين وصار حسابي من الحسابات المميزة. لكن بعدين إذا طلعت الفتنة وشاف بأن هذا اللي حكى عليه ونزل مقطع عليه أو نزل تغريدة عليه وما كان قاصد، جايبينها فقط من باب التسلية والتلطيف، تلطيف الجو، انصدم يوم شاف بأنه انقطع رزقه وانهتك سترة وسمعته خدشت، والسبب هو يقول ايش سويت بروحي، ايش سويت بروحي. الآن شي رجعها عمي؟ سؤال أسأل، شي رجعها؟ شي يصلحها؟ ترد علي يصلحها اعتذار ينزله؟ يا جماعة أنا أعتذر، يصلحها حذف إلى المقطع اللي نزله؟ ولا الناس صارت كلها تحكي فيه وعالوجة مثل ما يقولون في الحلب، من أحذف المقطع خلاص يعني رجعنا إلى المربع الأول؟ لا، يرجعها هذه ترجع سمعة الرجال، الاعتذار أنزله أنا آسف بعد أكثر، يرجعها أضرب سلف، أحرك السويتش مال السيارة وأطلع سامحني حجي ترى حكيت عليك، هذا اللي صار لك الآن الناس ما تشتري من عندك والناس تسبك وتشتم فيك، ترى أنا المتسبب، سامحني برد ذمتي، تكفى. هاي وين أصرفها هذه؟ بأي بنك؟ سؤال أسأل، بأي بنك هذه تنصرف؟ زين، أنا هذه شوية لو بتجاوز عن حقي، هو بس حقي؟ أطفالي، زوجتي اللي صارت ما تطلع، أسرتي اللي اتطشرت اللي تشتتت، هذه وين أنا الآن أحصل لي بلسم يداوي هذا الالتهاب والاحتقان اللي صار؟ سؤال أسأل. والغريب يا إخواني تدري شنو الغريب؟ أن هذه الفتن وهي الإثارات متى تطلع؟ في هالأيام اللي بحاجة إلى تنقية، في هالأيام اللي بحاجة إلى استراحة. ما أقول معاذ الله أعمم، بس أكو بعض الأشخاص طوال السنة هو يشتغل مجان عند إبليس، مجان بلا مقابل، لا والله مو بلا مقابل، هو من جيبه يدفع فلوس حتى إبليس يرضى عنه. زين عمي، كل واحد يشتغل في أي شركة ياخذ إجازة شهر، أنت خب في شركة إبليس، إبليس ما يعطيك إجازة، ما طلبت إجازة،
حتى كل أسبوع في ويكند. ما عندك ويكند أنت؟ لا، صدق مجد، صدق مجد وتاعب على روحه. فعمي شوية نتقي الله، خلنا هذه القضية اللي تمر علينا، على الأنبياء، على الأوصياء، نعممها ونرحلها إلى مجتمعاتنا. احنا من نسمعها على نبي صارت زين، احنا شو نسوي؟ تخيل نفسك انت كنت موجود في زمن مريم وزكريا، ترى هو ابليس ما تغير، هو نفس ابليس، لكن الشغلة اللي سواها على زكريا وعلى مريم قاعد الآن يسويها على مراجع وعلى علماء وعلى محصنات وعلى أشخاص أبرياء وعلى أصحاب أرزاق وعلى خطباء وعلى آخرين ما لهم داعي. فأنا ليش أصير من أولئك الذين أسهموا في قتل يحيى وزكريا؟ ترى خل بالك، ويا ريت تحفظها، هي من المقدار كافي بعد، خلاص ما أطول فيها، بس يهمني الليلة وما أريد هذا الشهر يطلع، بعد هي روحانية الشهر موجودة، أريد أكتسبها وأريد أستثمرها. اليوم خلاك اسمعني أحكي وياك، مو القاعدين حاشاهم، أنا أطالع الآن الكاميرا العدسة وأتوجه بالخطاب، واللي يسمع يعرف أنا أقصده. اليوم إبليس خلاك تصير جندي في إشارة إلى إشاعة وفي إثارة إلى فتنة، وسويتها على أكمل وجه. جزاك على إبليس، ما نقول لك جزاك على الله، الله يجازيك سلبا، تاخذ جزاك من عند إبليس. دير بالك إبليس يريد يستخدمك في مشروع قادم ويراق دم وتكون أنت المتسبب. دير بالك امرأة يهتك عفافها ويهتك شرفها وتكون أنت المتسبب. دير بالك باكر تصير فتنة ويقتلون أشخاص هي يسمعونها البعض إلا ما يعرف قيمة التغريدة وما يعرف قيمة الكتابة، يحكي على فلان على فلان وتاليه ينفجر الوضع وتصير مجزرة في بلدان نسمع عنها، وتاليها في ليلة القدر وإذا على أعتاب المساجد تراق الدماء. أنا أحذر من أيام قادمة، أنا أحذر من أيام مقبلة. دير بالك، هذه ترى خطة شيطانية قاعد يشتغل عليها. قل خيرا وإلا فشنو؟ فاصمت. عندك كلمة تألف القلوب، عندك كلمة تنصح الآخرين بها، ونعمة حطك تاج على راسي من فوق. باكر إذا أريق الدماء لفتنة قد أثيرت، لا تقول وين هو اللي سوى الفتنة، جيبوا حاسبوا، واحد منهم أنت يلي شاركت كوقود في إيقاد هذه الفتنة. وإنما النار تبتدئ بالشرر وأنت الآن من الشرر. نقطة آخر السطر. نرجع على الرواية. انطلق إبليس يستقري مجالس بني إسرائيل أجمع ما يكونون، ويقول في مريم ويقذفها بزكريا عليه السلام، حتى التحم الشر وشاعت الفاحشة، سميها فتنة، وشاعت الفاحشة على زكريا عليه السلام. فلما رأى زكريا عليه السلام ذلك هرب، ما حد يريد يسمع، الكل يريد يقتله، هرب واتبعه سفهاؤهم وشرارهم، سفهاؤهم وشرارهم. شوف اليوم كم من السفهاء موجود، كم من الشرار موجود. وسلك في واد كثير النبت حتى إذا توسطه انفرج له جذع شجرة. من زود ما الكل يريد يقتله وقف عند شجرة، الشجرة حنت عليه وقلوب البشر ما حنت، انفلقت الشجرة. قال انفرج له جذع شجرة فدخل عليه السلام فيه وانطبقت عليه الشجرة، وأقبل إبليس يطلبه معهم. شوف شلون هذه، ركز فيها حتى تعرف عم إبليس مو يبدل مشكلة ويقول لك يلا كملها بروحك، وياك أنا أشرف على شغلك مرتب له لا. وأقبل إبليس يطلبه معهم حتى انتهى إلى الشجرة التي دخل فيها زكريا عليه السلام. زين، هذول اللي يدورون زكريا يريدون يقتلونه، شافوه داخل شجرة، الآن شي يطلع من الشجرة، لا لها باسورد ولا إليها باب ينفتح، فقالوا خلاص ما نقدر نطلع، خلنا نمشي. تدري ايش سوى الشيطان؟ من يقولون خطة جهنمية شيطانية، تعرف الرواية تقول قاس الشجرة، قاس الشجرة، جاب مثل المسطرة معداد فيتا احنا نسميها بالبحرين،
وقاس من أول الشجرة إلى فوق الشجرة، وقال يا جماعة هذا طول زكريا، إذن راس زكريا بهالمكان، قلب زكريا في هالمكان، حط مارك علامة على الشجرة. قال جيبوا المنشار وقصوا الشجرة وخلوا القطع يصير على قلب زكريا. شنو؟ شوف الجرائم، أنا ايش غرضي من وراء هذا كله. قال فقاس لهم إبليس الشجرة من أسفلها إلى أعلاها حتى إذا وضع يده على موضع القلب من زكريا عليه السلام أمرهم فنشروا بمنشارهم وقطعوا الشجرة وقطعوه في وسطها. يعني القطع من وين صار؟ من عند القلب، وقطعوه في وسطها ثم تفرقوا عنه وتركوه. اسمعني ايش اقول لك، طلعوه سحبوه، لأن الشجرة انقطعت، سحبوه من الجذع، طلعوه قطعة بقطعة، منا قطعة ومنا قطعة. هذا نبي الله زكريا، قطعة بهالجانب موصلة إلى القلب، وقطعة الثانية من القلب إلى الرجلين. زين دفنوا؟ لا، خلوه على الأرض ومشوا عنه. إبليس ما رضى يتحرك، إبليس ظل واقف، قال أنا أعرف ذولا ما يعرفون الأنبياء، أنا لا أعرف الأنبياء، حتى وهو مقطوع يمكن يتحرك، خلي أتأكد أنه مات، يلا أخليه حتى تعرف عمي. شايفين هذه الطبخات اللي اليوم موجودة، يخلصون من الطبخة لازم يسوون عليها التجميل، لازم يخلون عليها مثل ما يقولون كذا آخر شي بهارات اللي يخلونها للتقديم، للتجميل، للتزيين يسمونها. إبليس من يسوي جريمة لازم يحط عليها تجميل وتزيين، يتأكد أن هذه الجريمة الشيطانية ناجحة، مو بس يبدي ويمشي. شوف الرواية ماذا تقول، قال ثم تفرقوا عنه وتركوه وغاب عنهم إبليس حين فرغ مما أراد فكان آخر العهد منهم به. آخر واحد مشى إبليس عقب ما تأكد بأن زكريا قد مات. ولم يصب زكريا عليه السلام من ألم المنشار شيء. اسمعوا يا اللي تأذيتوا، خذوا دروس من زكريا. اللي يتمسك بالله عز وجل لو الدنيا كلها توقف عليه والشيطان فوقهم الله ينجي. إبليس صح رزق، العفو، زكريا عليه السلام صح رزق الشهادة، لكن قال له شوف زكريا ألم واحد ما راح تحس، مثل البلسم يمر عليك وأراويك من الكرامة ما لم تر من قبل. قال ولم يصب زكريا عليه السلام من ألم المنشار شيء ثم بعث الله عز وجل الملائكة فغسلوا زكريا وصلوا عليه 3 أيام. 3 أيام الملائكة صاعدة نازلة تصلي على زكريا من قبل أن يدفن. وكذلك الأنبياء عليهم السلام لا يتغيرون ولا يأكلهم التراب ويصلى عليهم 3 أيام ثم يدفن. فسؤال أسأل يا إخواني، هالمظلوم اللي عمره 120 سنة راكضين وراه ديرة بكبر هالدورة، فلسطين كلها طلعت تدور رجل شيبة عمره 120 سنة وتاليها يقطعونه. تتخيل الركضة من وين لوين عمي؟ حط في بالك منو يقول لي قبر زكريا وين موجود؟ يلا فكر فيها شوية، 3 ثواني 5 ثواني. وين قبر زكريا موجود؟ وين؟ ما اسمع، ارفع صوتك. مو في بيت لحم، لا لا، إلا في الأموي يحيى ابن زكريا. زكريا في حلب، اللي رايحين حلب أكو هناك جامع اسمه جامع نبي الله زكريا قبره هناك. يعني تخيل جنابك رجل عمره 100 سنة 120 سنة يركضون وراه من فلسطين إلى سوريا وتاليها يقتلونه يقطعونه قطعتين وتركونه على الأرض 3 أيام. شنو من إجرام، شلاعب بيهم الشيطان. فمن أنا أحذر يا إخواني، أحذر فعلا التحذير في موضعه وفي محله. ينبغي فعلا أن نلتفت وأن نكون على حذر. هذا الشيب الذي قطع نصفين، النبي الرجل الطيب الطاهر الوديع اللي عمره 120 سنة يخدم طفلة عمرها 9 سنوات مريم بنت عمران. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، يحط السلم ويصعد فوق إلى بنية صغيرة كل يوم هو اللي يشتري لها الطعام. شوف عظمته، منو ياخذ بثاره؟ أين الطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء؟ يأخذ بحقه صاحب الزمان آخر الزمان.